لا شك أن ساعات العمر أغلى من الدنانير والدراهم، لأن ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها أبدا، وكل يوم يمضي فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة. فتسير الأيام وتنقضي الساعات وتمضي السنوات، وإذا بالإنسان تقدموا هنا يا أخوان، وإذا بالإنسان ينتهي إلى الأجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا كان هذا منزلة العمر وساعات العمر، فإن الواجب على العاقل فضلا عن المؤمن أن يستغل هذه الساعات بما خلق له أو فيما خلق له، والذي خلقنا له جميعا هو عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم لكل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل، سواء كان عمل الجوارح الظاهرة أو عمل القلب، وسواء كان قول اللسان الذي هو النطق أو قول القلب الذي هو الاعتقاد. كل ما يقرب إلى الله فهو عبادة. ونحن لا نريد، والله تعالى أيضا لا يريد منا أن نبقى دائما في صلاة أو نبقى دائما محبوسين في المساجد للذكر والقراءة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن العمل الدائب، حيث بلغه أن قوما من أصحابه قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فخطب الناس وقال: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزائرك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وعلى هذا فنقول إنه لا حرج على الإنسان أن يمتع نفسه بما أحل الله له حتى يذهب عنه السأم والملالة والتعب، لكن بشرط أن يكون فيما أحل الله له. وهذه الإجازة التي قررت للدارسين والمدرسين في أثناء العام ما هي إلا لهذا الغرض، لدفع الملل والسآمة والتعب، ولإعطاء النفس حظها مما أباح الله لها. وينقسم الناس بهذه الإجازة إلى أقسام: منهم من يستغلها بالسفر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل السلام والتحية، ومنهم من يستغلها بالسفر لزيارة الأقارب والأرحام، ومنهم من يستغلها للتجول في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس وتوجيه الناس، ومنهم من يستغلها للتفرغ في استعادة ما مضى من طلب العلم واستذكار ما نسي، ومنهم من يستغلها في مساعدة أبيه في بيع أو شراء أو حرث أو غير ذلك، ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه على وجه يكون مباحا، ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه لكن على وجه محرم، يمضون أوقاتهم إما في مشاهدة ما يعرض في التلفزيونات التي تصدر أو التي ترد إلينا من الخارج، إما بكونهم قد صوروا في أشرطة الفيديو
ما التقطوه منها، أو يستصحبون معهم الدش حتى يتفرجوا هناك على ما يريدون. ولا شك أن هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة. خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا في هذه المدة بما يرضي الله عز وجل، اللهم إلا في الفرائض التي لا بد منها كالصلاة والطهارة. وخسروا الآخرة لأن هذه المعاصي تكون سببا لتعذيبهم وعقوبتهم في الآخرة، وربما تتراكم المعاصي على القلب حتى يختم عليه والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا تلي عليه القرآن قال هذه سواليف أساطير الأولين. فقال الله تعالى: كلا، يعني ليس أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى لم يذوقوا طعم القرآن، نسأل الله العافية. فالمعاصي بريد الكفر كما قال العلماء رحمهم الله، ومنهم من يستغلها بأخبث من هذا، بالسفر إلى الخارج المارج الفاسد، فيفعل هناك ما شاء الله من أنواع المعاصي، وربما يدع الصلاة فيحصل على خسارة فادحة والعياذ بالله، فيرجع خاسر الدنيا والآخرة مظلم الوجه مسود القلب. فالمهم أن الناس لهم نزعات، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه جل وعلا، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. لأن من ابتلي بالمعاصي في حال صحته وعنفيان شبابه ربما يستمر على هذه المعاصي، فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاعة إذا هو مفلس صفر اليدين لا يتمكن من الشهادة عند الموت، نسأل الله العافية. فالإنسان العاقل يا أخواني يحتسب أيامه ولا يريه بماذا أمضاها، هل هو بطاعة الله، هل هو بمعصية الله. إن كان بطاعة الله فليحمد الله على ذلك وليستمر عليه وليسأله الثبات إلى الموت، وإن كان على خلاف ذلك فليستعتب، فهو الآن في الإمكان، لكن حين يأتي الموت قد لا ينفع. فأدعوكم ونفسي إلى استغلال هذه الإجازة بما يرضي الله عز وجل. وقد عرفتم ما يسر الله لنا ذكره من الأشياء التي ينقسم الناس أو يتوزع الناس فيها في هذه الإجازة، فأحث نفسي وإياكم على استغلالها بما يرضي الله، بعبادة الله، بنفع الخلق، بإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح، وهكذا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.